السلام عليكم في فيديو جديد. اليوم باش نحكوا على ميركاتو النادي الافريقي، سواء اللاعبين اللي باش يدخلوا للنادي والا اللي باش يخرجوا منه. ما تنسيوش اللايك والابوني وخلينا نبدو. علي يوسف بعد تألقه الكبير في البطولة واللي لعب 12 مباراة ومسجل زوز بونتو، علي يوسف يوصلوا عرض من الأهلي المصري وصفقة 100% تم، وفما بديل تنحكوا عليهم بعض. قيمة الصفقة أكثر من مليون يورو، وللعلم اللاعب سعره 800 ألف يورو. فهد المسميري يوصلوا عرض من نادي الاتحاد الليبي قيمته 290 ألف يورو، لكن النادي الافريقي رفض العرض وطلب 500 ألف يورو. فهد المسميري ماهوش فيك بلاصتو في النادي، واصلا قليل وين يبدا اساسي، لذلك نتصور الافريقي كان يسايب اللاعب افضل. بالنسبة لمعاوض علي يوسف هو مروان الصحراوي يوصلوا عرض من النادي الافريقي، لكن حاليا اللاعب ما ردش على العرض. مروان عمل نيفو باهي في البطولة، وحتى انه بعثوله للمنتخب، ونتصور الافريقي باش يستحقوا في البطولة خاصة بعد غياب علي يوسف. ريان تاتاغو بعد الاختبار اللي تعدى بيه مع النادي الافريقي، النادي انتدبوا بصفة مجانية، واحتمال كبير باش نشوفوه مع الجنيور متاع الافريقي. يوسف بشا لعب جروب برشا من الافريقي في حالة انه فسخ العقد متاعو مع النادي الصفاقسي. وهكا نكونوا وصلنا لاخر المقطع. ما تنسيوش اللايك والابونيه، وهذوما فيديوهات على ميركاتو الترجي وميركاتو المحترفين التوانسه، تنجم تعمل طلع عليهم. ويلا باي.